حاسة إن أنا عايزة أسميها اسم أحلى من القشطوطة من كتر جمالها وطعمتها وحلاوتها. طبقات من السعادة، كل طبقة كده هو كل معلقة هتبدأي تاكليها هتحسي بسعادة من نوع خاص. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول بأحلى وأجمل وألذ قشطوطة، والذكر بتاع النهاردة لا إله إلا الله. طول الفيديو قولي لا إله إلا الله. 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني طلعيهم قبلها كده هم من التلاجة بفترة. عليهم نص معلقة كده اهو صغيرة مليانة من الفانيليا. الفانيليا عندي خام، لو ما عندكيش فانيليا خام هاتي 4 5 كده اهو من الفانيليا الأكياس الصغيرة. معلقة كبيرة من الخل. كوباية إلا معلقة كبيرة هرمية من السكر، والسكر هنا حبيبات زي ما انتوا شايفين. ويفضل ان انتي تجيبي السكر يكون لونه فاتح. هبدأ كمان ان انا انخل كوبايتين الا ربع من الدقيق، يعني كوبايتين وتشيلي من الكوبايه التانية كده هم معلقتين هرميين وبس كده. معايا كمان معلقه كبيره كده هم ممسوحه من الكيك شيف او البيكنج باودر، بس انا بفضل منتج الكيك شيف بيخلي الكيكات احلى وما فيهاش وما بتبقاش مغشوشه كده هو المنتج ده يعني منتج حلو ونظيف. هحط كمان معلقه كبيره هرميه، بصوا المعلقه دي تحس ان هي ما كانتش هرميه فعشان كده هحط تاني. الكيس ده اسمه محسن كيك، بتجيبيه من اي سوبر ماركت، بيبقى فيه منه احيانا سايب وفيه منه اكياس كده. هو الكيس ده بيكون تقريبا 50 جرام، بيكون فيه معلقتين تقريبا. نزلت كمان بحوالي كوبايه الا ربع من الميه على الخليط الحلو ده، وهقول بقى بسم الله وهبدا ان انا اضرب الخليط كله كويس. محسن الجل بتلاقيه في اي محل بتاع مستلزمات حلواني، ولو ما لقيتوش هتلاقيه في اي سوبر ماركت كبير او اي هايبر ماركت بتلاقيه متوفر، يعني مش حاجه صعبه ان انت تحصلي عليها. بصي بقى بيخلي الكيك بيرفع اصلا وبيتضاعف حجم الخليط بتاعك وانت بتضربيه قبل ما بيدخل الفرن. بالاضافه كمان ان مده صلاحيته بتكون اطول. واخر حاجه عندي ان هو شايفين لونه بيقلب للون الابيض بعد اول 3 4 دقائق كده هو من الضرب. ضربته كويس لمدة تقريبا 8 دقايق كده، هو ممكن كمان تضربيها لمدة 10 دقايق، بس هو من أول 8 دقايق بيكون تمام. كل مقادير الوصفة هنزلها أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا بقى مقاس 40 في 60 صاج كده هو أو أكبر صينية عندك. وهبدأ على طول إن أنا هبدأ إن أنا أقول بسم الله وأحط الصاج الكبير ده في شوية من الزيت في القاع، وعليها ورقة زبدة. وأحط زيت كويس كده هو مقدار كويس علشان ما تلتصقش في ورق الزبدة ولا حاجة. وهنا هو بقى هبدأ بأي سباتيولا عندي أبدأ إن أنا أنعم كده هو الشكل الكيك أو السبونج كيك بالشكل ده. شفتوا بقى طريقته سهلة وسريعة. هولع الفرن على درجة حرارة يعني تقريبا متوسطة كده هو ما تعليهاش بزيادة. واول ما هتستوي بتختبريها، طبعا هي مش بتكمل من تلت لنص ساعه بالكتير، بعد تلت ساعه بصي عليها. حطيت هنا بقى، تعالوا بقى نعمل رز بلبن. معايا هنا نص كوبايه من الرز المصري العادي المغسول. حطيت عليه 5 اكواب من الميه وسبتهم بقى لحد ما يتسلقوا، طبعا كنت مغطيه عليهم وكل شويه بقلب. بعد ما الرز اتهرى خالص مني ما صفيتوش ولا حاجه، اتبقى فيه شويه ميه صغيرين. نزلت عليه على طول بكيلو من الحليب، يبقى كيلو من الحليب. بعد ما الرز اتسلق، نص كوبايه من الرز اتسلقت كويس جدا، ابتديت على طول ان انا احط الحليب هنا ما كانش مغلي، جبته من عند السوبر ماركت حطيته كده على طول. هوطي بقى خالص ومن قل لاخر هبدا ان انا اقلب بالشكل ده. انزلي على طول بكوبايه الا ربع من السكر او السكر على حسب الرغبه. 3 معالق كبار هرميين من النشا ودوبتهم في نص كوبايه من الحليب وقلبتهم لحد ما القوام بتاعي يتقل كده شويه ويبدا ان هو يغلي. لازم اي رز بلبن يغلي معاكي غلوتين علشان النشا ليها درجة سوا معينة. لو انت ما خليتيش الرز بلبن بتاعك يغلي هتلاقيه مهما كان كريمي او حتى لو كان تقيل هتلاقيه تاني يوم بدأ ان هو يبقى صايص كده، وهتلاقيه ان هو بدأ يبقى ميه. فانت لازم تغلي الرز بلبن كويس جدا. قولي بقى بسم الله. وحبيت ان انا اعمل لهم كده اهو الاطباق الحلوة دي، الاطباق الاكريليك دي، وحبيت ان انا اعيشهم الجو بتاع المحلات بتاع القشطوطه او محلات بلبن اللي بنجيب منها القشطوطه الحلوه دي، موفره جدا عن اللي احنا بنشتريها من بره. هبدا بقى اقول بسم الله. وشفتوا بقى السبونج اللهم بارك، لونه فاتح خطير هش جدا طري ناعم من جوه، فيه كل اللهم بارك كل مواصفات الكيكات الحلوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك هو ذكر الله لا اله الا الله. طول الفيديو قولي لا اله الا الله. بصي بقى هبدا ان انا بعد ما بردت كده اهو شويه هبدا ان انا اقلبها على طول. طبعا المفروض ان انت بتقلبيها على ورق زبده، بس انا مش عارفه نسيت ولا ايه فقلبتها على طول على الصينيه. طبعا الطبقه اللي فوق دي بيبقى طالع منها زفاره البيض، يعني الطبقه اللي فوق دي بتبقى اول حاجه ناشفه. ثانيا لو نسبه الفانيليا بتاعتك قليله وطالع ريحه بيض كده اهو في الكيكات بتاعتك بتطلع في الطبقه دي، فلازم تقشريها كده بطرف السكينه زي ما انت شايفه. لو انا بقى كنت حطيت كده وهي دافيه الى حد ما ورقه زبده وقلبتها كانت على طول طبعا هتبدأ ان هي تتقشر معايا او تلزق في ورقة الزبدة اللي احنا قلبناها عليها كده تمام.
كده خلاص. طبعًا لازم نقلبها ولازم تقشّريها وتقلبيها تاني في الصاج عشان هتتسقي، ما ينفعش طبعًا إن إحنا نسقيها ومن تحت يكون في ورقة الزبدة. سقيتها بكوباية من الحليب، والكوباية ديّة عليها معلقتين هرميين كده أهو من القشطة، لو مش متوفر عندِك قشطة خلاص، ممكن كمان تزوّدي الحليب عن الكوباية لو متوفر عندِك زي ما أنتِ حابة. حطيت كوباية الحليب عليها قشطة وعليها كمان معلقتين من السكر علشان تبقى هشة كده من جوّه وطعمها جميل، وطعم الحليب هي القشطوطة جاية من القشطة والحلاوة بتاعتها والجمال اللي أنتم هتذوقوه. هنا بقى توكلت على الله وحطيت ربع كيلو من الكريم شانتيه، ربع كيلو تقريبا بيكون كوبايتين وربع، يعني داخله كده اهو على كوبايتين ونص. حطيت بقى عليهم كوبايتين من الحليب، وفي نص الكوبايه وضفت الحليب بالتدريج، والحليب كان متلج جدا. ممكن طبعا تعمليها بميه سخنه، لكن زي ما قلت لك القشطوطه دي بتكون حاجه كده اهو، يعني انت بتحسي كده اهو ان انت يعني بقيه عندك مزاج عالي كده وبعد ما اكلتيها، وفي نفس الوقت بتحسي إن هي حاجة دسمة إلى حدٍ ما وطعمها كده روعة. ما كتريش السكر، عيوب اللي من برّه من وجهة نظري إن سكرها كتير جدًا. هنا بقى حطيت حوالي 3 معالق كبار من السكر في الكريمة وأنا باضربها، وضربتهم كويس جدًا لحد ما بقت تماسكت كده معايا. قولي بقى بسم الله وهاتي الاسباتيولا بتاعتِك وحطي الكريمة كده أهو بالشكل اللي أنتم شايفينه. الكريمة بتكون قد المَيّة بس أنتِ، أو قد الحليب، بس أنتِ حطي الحليب أو المَيّة أقل من الكريمة شوية، علشان عشان الكريمة تجمد معاكِ بسرعة. بُصّوا بقى الرز بلبن اللهم بارك، بُصّوا شكله عامل إزاي كرمش. أول ما برد، أول ما بدأ إن هو يبرد كده شوية، رُحت مغطياه كده أهو بأي حاجة عندك، تغطيه بأي حاجة عندك. والله يا جماعة كان اللهم بارك رهيب جدًا. بُصّوا بقى هنا حطيت الكريمة الحلوة دي في التلاجة لمدة ساعتين والّا 3 علشان كده تبصّم مع الكيكة السبونش الحلوة، وهاقول بقى بسم الله وهابدأ على طول أقطّع الخليط الحلو ده. طبعًا افردي الكريمة كويس كده، وهاتي بقى طبعًا كل ما تحطيها وقت أطول في التلاجة، كل ما كانت أحسن، والكريمة بدأت تضبط معاكِ، والقطعة كده تبقى بقطعتها، وتحسي كده طبقة حلوة كده أهو من الكريمة على طبقة السبونج كيك على طبقة الرز بلبن. قولي بقى بسم الله وطلّعي خرطة كده محترمة بالشكل ده. بُصّي تطلّعيها بكل هدوء. بُصّوا بقى شكل الكريمة مضبوط كده، تحسي إن هي مسطرة. شوية فراولة، شوية موز، شوية أي بقى فاكهة متوفرة عندِك. طبعًا هُم بينزّلوا تقريبًا 6 أطعمة، زبدة اللوتس وزبدة ال وال آمم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللوتس وفي الفاكهة وفي المكسرات وفي حاجات كتير. هنا بقى بتجيبي برضه من عند مستلزمات الحلواني بسكوت اللوتس اللي بيبقى مفروم كده، أنا جبت كده أهو كمية بسيطة، وزبدة لوتس بتسيحيها على حمام مائي، بتحطي عليها الزبدة، بتحطي يعني بتسيحي مثلًا قولي حوالي 6، 7، 8 معالق لو أنتِ هتعملي مثلًا قطعتين والّا حاجة، وتروحي حاطة لهم معلقتين زيت وعلى حمام مائي بتطلع كده اهو، حطيها في كيس الحلواني وحطي بقى الجمال ده. شايفين الجمال؟ حطيها بقى، حطيت كمان بسكوت الروتس كده اهو او اللوتس على الوش بالشكل ده، وكانت والله يا جماعه رهيبه. اتمنى تجربوا الاكله الحلوه دي، واتمنى ان هي تعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.